هذه ليست مشيئة الله، بل هو خطأ البشر. فقدت هذه الأم لتوها طفلها حديث الولادة الذي لم يتجاوز عمره 3 أيام فقط. تعبر عن استيائها الشديد من طريقة تعامل فرق الإنقاذ مع هذا الحريق. كان لدي ابن يبلغ من العمر 3 أيام. لماذا أنقذوا البالغين؟ كان بإمكانهم أن يخرجوا سيراً على الأقدام. لماذا لم ينقذوا الأطفال أولاً؟ ولماذا كان جناح الأطفال موصداً؟ لقد وصل فريق الإنقاذ بعد 2 ساعات وجاءت الشرطة بعد 4 ساعات. لماذا كل هذا التأخير؟ المسؤولون كانوا يتجولون في المكان دون أدنى فكرة عما سيفعلونه لو كان أحد أطفالهم هو من قتل. كان ذلك في حدود 7 صباحاً بالتوقيت المحلي حين اندلع حريق في الطابق الثالث في هذا المستشفى الحكومي في إسلام أباد الذي يضم جناح الأمومة وحديثي الولادة. رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف دعا إلى فتح تحقيق لاتخاذ أشد الإجراءات الممكنة بمن تثبت مسؤوليته، فيما أرجعت وسائل إعلام محلية سبب الحريق إلى عطل في نظام تكييف الهواء. وفضلا عن المرافق الحكومية تندلع الحرائق أيضا بشكل متكرر في المباني الكبيرة في باكستان نتيجة ضعف معايير البناء وغياب إجراءات أمن تقي من الحرائق. كما في يناير الفائت حين لقى أكثر من 65 شخصا حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كراتشي.